بص يا سيدي، الراجل ده بيستخدم ماكينة بتضخ هوا في الأرض، وفجأة تلاقي تربة عاملة زي البالونة وهي بتتنفخ. ما تفهمش غلط، هو مش بيبوظ الأرض، ده في الحقيقة أسلوب زراعة اسمه تحسين التربة بالهواء المضغوط. الفكرة بسيطة جدا، بيستخدموا دفعات من الهواء المضغوط عشان يفكوا التربة اللي بقت ناشفة ومكبوسة فتبقى طرية وتتهوى كويس، وده بيحسن تصريف المية. الماكينة دي بيكون فيها أنبوب بيتغرس في الأرض زي العمود كده، بيوصل لعمق حوالي متر تقريبا، وكل ما يضغط على الزرار الماكينة بتطلع دفعة هواء جامد تفجر التربة المكبوسة وتحولها لقطع صغيرة متفككة. والنتيجة التربة بقت فيها هواء أكتر، والبكتيريا المفيدة بقت تشتغل كويس، وجذور النباتات تقدر تنزل أعمق وتشرب مية وتاخد غذاء أكتر. والأحلى من كده بقى إنهم في المرة التانية بيحقنوا معاها سماد أو مواد معالجة عشان توصل مباشرة لعمق التربة اللي اتفتحت. يعني ببساطة الطريقة دي كأنك بتخلي الأرض ترجع تاخد نفس عميق وتفوق من جديد بعد ما كانت مكتومة ومتعبة. لو تعرف حد بيستخدم التقنية دي قول لنا في كومنتات. وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.